السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد النهاردة وحدث مهم في الكرة السعودية. الصحفي وليد فراج امبارح بيتكلم عن ان الدوري السعودي دلوقتي اصبح من اقوى الدوريات العربية. انا معاه في الكلام ده، بس ان هو يقول ان ديربي السعودية بين الهلال السعودي والنصر السعودي اقوى من الديربي المصري بين الاهلي والزمالك، دي حاجة ما ينفعش ان هي تتقال اساسا ولا تذكر. ليه؟ انا مش عايز افكرك ان اخر مباراة بين نادي سعودي ونادي مصري كان مباراة الزمالك في البطولة العربية امام النصر. كلنا عارفين الزمالك والفترة الانتقالية اللي هو فيها ومستوى الزمالك وان هو ما فيهوش تدعيمات، وشوفوا عمل ايه قدام النصر على ارضه ووسط جماهيره. مش عايز برضو تاني افكرك الاهلي عمل ايه مع الهلال في كأس العالم للأندية العام الماضي. طبعا الهلال عمل تدعيمات قوية وجاب صفقات بملايين الدولارات. عمل ايه؟ شال 4 صايمة. شفنا الجماهير السعودية على الفيسبوك كانت بتقول ايه؟ نب الستر. فانت لما تيجي تتكلم عن ديربي القاهرة تعرف انت بتتكلم عن ايه. دلوقتي الدوري السعودي اتنقل في حتة تانية خالص، بس هل هيستمر؟ هل هيعمل زي الدوري الصيني؟ صرفوا وكلفوا وجابوا نجوم العالم وما عملوش حاجة في الآخر. أنا دلوقتي بشجع الدوري السعودي وبشجع الاستثمار، بس مش بالأرقام دي. وعلى فكرة كل الناس اللي بتتابع زي الدوري السعودي ما بتتابعوش عشان خاطر النجوم العالم اللي انت جبتها. 90% من الناس اللي بتتابع الدوري السعودي بتتابعه عشان الدون كريستيانو رونالدو. غير كده مفيش حد بيتابع الدوري السعودي عشان هو دوري قوي ولا فيه نجوم العالم ولا كلام من ده. كلنا عارفين ان اللعيبه اللي جايه من اوروبا ما هو مش هيسيب الدوري الاوروبي او ان هو يلعب في دوري الابطال ويجي يلعب في الدوري السعودي عشان الشغف، عشان هو حابب كرة القدم. لا، كلنا عارفين ان هم جايين عشان المال، المال فقط. لو انت عرضت عليه زي ما نادي تشيلسي مثلا عرض عليه او نادي برايتون، خلينا في نادي في منتصف الجدول، هيروح برايتون ومش هيجي. لو انت عرض عليه سي 10 مليون دولار في الموسم ونادي برايتون عرض عليه 10 مليون دولار، انت عايز تقنعني ان هو هيسيب الدوري الانجليزي ويجي يلعب في الدوري السعودي؟ استحالة. والله ما هيحصل الكلام ده، وانا عارف انا بقول ايه والناس كلها عارفة. انما انت بتغريهم بالمال. عشان كده لما تيجي تتكلم وتقارن ما بين الدوري السعودي والدوري المصري، شوف الميزانية اللي انت صرفتها على الدوري السعودي قد ايه والميزانية اللي بتتصرف على الدوري المصري قد ايه. برغم كل ده لو جيت النهاردة جبت نادي سعودي لاعب نادي مصري، اهلي او زمالك، هلال او نصر، اتحداك ان انت تكسبني. ماذا اذا لو لعب الاهلي في البطولة العربية؟ ما كناش هنشوف الديربي النهائي بين النصر والهلال امبارح. واكد لك ان الاهلي لو لعب البطولة العربية كان هيكتسح البطولة بارقام. ايوه بارقام، كل ماتش سكور. بطولة عيانة، اقسم بالله بطولة عيانة. بس طبعا ادارة الاهلي رفضت المشاركة، وده طبعا قرار عظيم لراحة اللاعبين لما هو قادم. وفي نهاية الفيديو ما تنساش اللايك، ولو مش مشترك في القناة تشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.